بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بيكم في حلقه جديده. الاهلي بيخسر من بيراميدز في فضيحه 3-0 من اول الدقيقه 70. ما تعرفش ايه اللي حصل. الفرقه مره واحده تحس ان حد اداها على قفاها كده، ويلا مره واحده بيراميدز طلع يلا احنا هنقسم نجيب جون. بعد كده بسبع دقائق هنجيب جون الثاني من اخطاء غبيه قوي من اللعيبه. بعد كده خلاص لعيبه الاهلي ما فيش، انت عارف، ما فيش الشخصيه، ما فيش الروح. يجي فيك الجون الثالث من ضربه جزاء بغباء. لكن قبل ما اتكلم في اي حاجه، معايا صابر النهارده في حلقه جديده بعيد عن حلقات البودكاست. ان شاء الله راجع قريب على كاس العالم كده ان شاء الله، من بدايه قبل كاس العالم بيومين ولا حاجه ان شاء الله. لكن بس تعال نبدا بماتش النهارده. تشكيله الاهلي بدا في حراسه المرمى مصطفى شوبير، على اليمين هاني، على الشمال كوكا، قلبين الدفاع ياسر وياسين، نص الملعب ديانج ومروان، وقدامهم زيزو، على اليمين طاهر، على الشمال تريزيجيه ومحمد شريف. اول 5 دقايق تمام صح زي الفل. 5 دقايق انت بادئ فيهم زي الفل. المفروض بقى كمل لغايه الدقيقه 10. كنت الدقيقه 15 ايه اللي بقى بيراميدز بدا يسحبك، خد الكوره وهو بدا يمسك كوره ويلعب عليك. انت بعدها مش فاهم في ايه اللي حصل. بيراميدز من اول الدقيقه مثلا 10 او مثلا 15 بعد ربع 20 ساعه كده. بعد ربع ساعه خلاص هو مسك الكوره. يعني طبعا بيراميدز اي نعم طبعا مفيش اصلا يعني ايه، يعني اللي هو مثلا كمحاولات مثلا على المرمى تمام، بس انا قصدي عامه مين اللي هو جاي الماتش كله مستحوذ اصلا عليه، مين اللي هو ماسك الماتش كله. حتى لو استحواذ سلبي ما ينفعش انت بتبقى بتطارد الكوره بالشكل ده. تمام، انت هتطارد الكوره، طاردها صح، العب صح، وزع لعيبتك صح في الملعب. فين الاسترجام من اللعيبه؟ انا نفسي يبقى في مفيش روح. بنص جنيه، بنص جنيه روح، ولا نص جنيه. العب ربع ساعه كده في الماتش بروح. في اول الماتش ربع ساعه روح تمام. نص ساعه نص جنيه حميه. انا هخش اكسب الماتش ده، خلصت. انا بلاعب فريق هلهوله المفروض. لا، انا النهارده اللي كنت هلهوله في الملعب ده. انا لو بلعب بفريق الناشئين كنت شكلي مش هيبقى بالقرف ده. شفناهم في الرابطه، لا اللعيبه كانت بتلعب برجاله، حتى لو كانوا بيخسروا كانوا رجاله. تطلع تشيب بابراهيم الاسيوطي ولا بابراهيم عادل ولا بكاظم ابراهيم، كلهم ال11 اللي كانوا بيلعبوا واللي بينزلوا من على الدكه. كمل الشوط الاولاني. انت من بعد الدقيقه 20 انت ما جيتش مثلا غير في الدقيقه حاجه و30 بالراسيه بتاعت تريزيجيه. بيراميدز بقى بدا يروح. كانش في خطوره للبيراميدز، اللي كان ياسر بيطلع الكوره بشكل كويس نوعا ما، وياسين نوعا ما وشوبير كان كوره على ده كان بياخدها هو. بيخلص الشوط الاولاني التعادل السلبي. انت فين بقى حميتك من اول الشوط الاولاني؟ مش موجوده. انت ايه رايك في الشوط الاولاني؟ معلش اداء، معلش هو عامه كمجمل معلش اوفر ذا اول بقى كلها مجمل زي الزفت من الاهلي. اي نعم نفس كل اللي انا هنمشيها شوط بعد كده نتكلم على بقول كل لك. هو عامه انا نفس اللي انا بشوفه في كل ماتش للاهلي ايا كان ايه البطوله اللي هو بيلعبها. نفس كل ماتش بينزل اول 5 دقايق او مثلا اول 10 دقايق بيبقى هو بيلعب بشكل ممتاز كلعيبه وكل اداء وكل حاجه تمام، وماسك كوره ومستحوذ وزي الفل محاولات تمام. يجي بعد 10 دقايق او مثلا بعد 5 دقايق تحس في حاجه غلط، ما اعرفش اللعيبه غلط او مثلا الاداء غلط، ولا ما اعرفش مثلا تلاقي مثلا اللي يعني مش فاهم بجد والله اللعيبه ولا مثلا التشكيل ولا مثلا عيب مثلا مدرب. بس عامه بيراميدز برضه ما ننكرش برضه في الحته ديت. معلش النهارده بيراميدز كان يعني مش عارف بس والله زي اشتم بس يعني كان فشخك الماتش اللي بيجدد عليه يوريشيتش كل سنه. بس نخش بقى على الشوط الثاني. المفروض يبدا بقى بتبديله. طلع ديانج انت مش مستفيد منه في حاجه. شريف انت مش بتوصل له الكوره، فطلعه بقى ونزل بن شرقي تستفاد منه من بدري. ده المفروض. اظبط نص ملعبك ونزل واحد قدام مثلا بيعرف يلعب بحل فردي، ولعبه في مكانه اللي هو جناح شمال. تريزيجيه كده انت عارف ان هو دخله جوه ال 18 يصطاد لك اي كوره. وزيزو وديه يمين، لعبه يمين، لعبه على عدلته. انت جريف في مساحه يلعب لك عرضيه، مش كل مره يبقى في القلب يستلم في فدان والكره تقطع منه يبقى شكله وحش في الملعب. زيزو النهارده اداؤه زي الزفت جدا. السرور او الباص اللي بيطلع من رجليه عامه ماشي. هو زيزو الاداء الوحش ده يحاسب عليه هو والمدرب. المدرب اللي بيلعبه في مكان غير مكانه، بيلعب في مكان غير مكانه، وزيزو مش فايق. الاثنين يا عم فوق، يا عم ماتشين 3، يا عم العب معايا ماتشين 3. عايزك تبقى في حته واحده خلاص، اتقن الحته دي. انت ناحيه اليمين، انا هاخد الكوره ناحيه اليمين، هعمل الهقه بتاعتي اللي بطلع اجري بيها دي وارفع على طول. بس انا مش عايز من زيزو اكتر من كده. مش انت كده بيلعب وراك باك رايت الله يرحمه يعني. والناحيه الثانيه ناحيه الشمال تريزيجيه كل شويه انا عايز وفي كرة في الاخر بتقطع منه. العب جماعي، لا مش لعب جماعي. بتلعب فردي، العبها صح بقى. انت نزلت بن شرقي
يا عم نزله لعبه ناحيه الشمال، وتريزيجيه طالما بيعرف يصطاد الكوره جوه ال 18 لعب جوه ال 18 هيتقنها. طب انت بادئ بطاهر خلاص، طاهر لعبه مهاجم، او مش انت بدات برضو بزيزو، التشكيله برضو شكل غريب. انا ليه بادئ بطاهر وشريف اتنين ما بيعرفوش يلعبوا كوره؟ ليه العب اتنين خسر اتنين في لعب بالكوره، وكمان ديانج في نص الملعب؟ طب انت بادئ بطاهر ماشي عشان لو انت عايز يامن ناحيه اليمين مع هاني في نص الملعب، خلاص بقى ادي امام ولا ادي بالرمضان. وامام النهارده نزل اتف عليه، انفف منديل واديه في وشه على طول كده، ما ينفعش غير كده. كمل بقى الشوط الاول الثاني، داخل اول 10 دقايق الدنيا تمام شويه، تيجي الدقيقه 60 الكره العبيطه اللي مش عارف اللي حصل فيها دي، مصطفى شوبير شالها بعد كده بيشيلها اسمه ده ياسر ابراهيم عشان الكوره. بعدها ما تعرفش اللي حصل، الفرقه ماتت من الدقيقه 70. بيراميدز يقسم عليك جون، ايه ده يا جدعان؟ انا مش بلعب البرازيل، ملوش اي 30 لازمه، وغل اخطاء وكله يتحمله. دول قسموا من الشمال لليمين، من الشمال لليمين. الدفاع والحارس، معلش حدش يقول لي اصل الحارس ما اصل شوبير ملوش دعوه، اصل ده الجون ده يشيله كله، الجون ده يشيله محمد هاني كله. بص محمد هاني وقلبين الدفاع، والاثنين اللي بيلعبوا قدام مروان عطيه، والاثنين اللي بيلعبوا قدام مروان عطيه ومصطفى في الاخر، عشان الكوره جايه له سهله، هو لمسها بس يعني الكوره على ايوه ما ده قصدي عليه، الكوره جايه لك سهله يعني عادي جدا استعطت الشيء. روح بايدك الاثنين يا عم، خد النطه بتاعتك الطريق بتاعتك بدري كده، انت جبت جون خلاص، اديت الامل لنفسك. كمل الاخر الجون اتلغى، اديت الامل لنفسك، ما تخطفوش تاني. حتى لو دخل في الجون انت خلاص كمل عليه، دوس عليه، هتقدر تدوس على الفرقه اللي قدامك دي وتجيب فيها جون. وانا قبل كده برضه قلت يا جماعه الاهلي علشان يفوق، لو هو برضه في ظل اوحش يعني اداء ليه، الاهلي لما يجي بيدخل فيه جون غصب عنه بيرجع تاني يقعد يهاجم ويبين لك ان هو فريق كويس جدا، وده برضه اللي حصل لحد هو جاب التعادل اتلغى. كمل ليه بقى؟ ليه رجعت ليه؟ غلطه غبيه بالرمضان صح؟ برمضان بتعمل ايه بوش رجلك هنا؟ انت في نص الملعب باصص لجونك بتلعب بوش رجلك كده. انيستا انت خد دي مش انيستا يا معلم. ايه ده يعني حاجه تقرف يا جدعان. في كلام كتير عايز اقوله مش قادر اطلعه، في كلام وحش كتير عايز اقوله. وبعدين معلش انت فرقه وحشه قوي، انت كده الماتش يعني سهل، ما حدش يقول لي اصل ده بيراميدز، معلش انا اسف يعني بيراميدز ايه معلش يعني اوسخ موسم لبيراميدز ولا تاني اوسخ موسم لبيراميدز. انت المفروض تنزل تدقره وانت معاك. لا استنى انا ثواني يا عم، احنا لو معلش لو اللي هنتكلم بقى ايه يعني على بقى ايه على كام الناس، لا معلش ماشي بس عشان نختم الماتش بعد كده نتكلم براحتنا. لما ياسر اتصاب بتطلعه وبتنزل مروان عثمان اللي كان نزوله زي عدمه، وبس بتتحسب ضربه جزاء في الاخر كده خلاص الدنيا ايه هوبا لالا كده، الدنيا خلصت في بعض وخلاص الماتش خلص 3-0 وتروقت انت على الاخر تاني 3-0 تخسرها من بيراميدز. بس بتتكلم ايه في اخر ماتش وحش من الاهلي؟ بيراميدز استغل الاخطاء اللي في الاخر. بيراميدز ما لعبش ماتش على فكره اللي هو الواو، هو كان احسن من ماتش الزمالك بس ما كانش واو، ما قطعكش كوره، ما كانش اللي هو يعني انت بتلعب احسن الماتشات اللي فاتت. بس لا فكره، لا هو اصلا فكره ده اللي هو اصلا متوقع من بيراميدز ان هو هينزل قدام الاهلي هيبص هيعمل الواقع، واللي بص هيوريك احسن اداء عنده. ايوه بس انت شايف ان ده كان يعني اللي هو سوبر؟ بالنسبه لي لا زي سموح لا بس بالنسبه لي اداء بيراميدز في اول ماتش ليه اصلا قدامنا في الدور الاول كان بيلعب صح، كان بيلعب تحت الكوره بقى، بيلعبك على الكوره العكسيه ومش عارف ايه. والاهلي كان ساعتها كان زي معلش كان هو كان عامل زي الاهلي ساعتها، كان هو اداؤه زي الزفت، كان زي الخرا. انت النهارده الماتش الاولاني كان اوحش من ده بيعمل. لا انت النهارده يعني جالك ماتش سهل بعيدا بقى عن بيراميدز اصلا معلش. اولا الزمالك خسر، قصدي لا اتعادل الصبح من انبي، تاني حاجه بيراميدز خسر من الزمالك، فانت الماتش قدامك سهل، عندك ماتش هو خلاص. دي تقريبا رابع مره الدوري يبقى في ايد الاهلي السيزون ده ويضيعه، رابع مره تقريبا، هي الرابعه الثالثه حاجه زي كده يعني. الاولانيه اللي انت بتاعت سيراميكا لما تعادلت خلاص الدنيا وقعت معاهم اهو، استغل اكسب النهارده واكسب الماتش الجاي تصدر الدوري. لا وكان في مره في اول تقريبا قبل الاسبوع 15 حاجه زي كده، مرتين تقريبا تبقى على الصداره قبل السوبر او بعد السوبر حاجه زي كده. نيجي بقى لتروب، انت الراجل ده انت شايفه اسمه ده بيفتي من اول ما جه، او مش هو جه بقاله شهرين بيفتي، ما تمشيه طيب. انت ليه حاطط اصلا شرط جزائي ب 3 مليون دولار؟ يعني مش فاهم انت مدرب جايبه ليه بشرط جزائي عشان لو ما عملش حاجه تمشيه ب 3 مليون دولار؟ ايه الغباء ده؟ مدرب يعني مش اي بص، مفيش اصلا اي اداء ولا مثلا اي تكتيك ولا اي تشكيل، مفيش خالص.
مدرب ملوش اي 30 لازمه. انا بالنسبه لي والله قسما بالله مارسيل كولر كان احسن منه والله مليون مره. يا عم ده كده كده الراجل بتتكلم عن مارسيل كولر جايب لك بتاع 12 بطوله او 13 بطوله. الراجل عمل فرقه، عمل يعتبر حته ايقونيه كده للنادي في النص، زيه زي موسيماني كده حته بسرعه اللي هو في سنه ونص ولا سنتين انا جبت لك كام بطوله بتاعي يلا فاهم. انت أيوة ما بتلعبش احسن كوره بس الدنيا. انا النهارده لغايه ما بيراميدز جاب الجون التاني حاطط برضه في امل في بالي اللي هو انا هكسب لغايه ما جت الدقيقه 80 قلت خلاص. اللي انا شايفه من اللعيبه ده ما يوحيش باي حاجه من انك مش هتجيب جون حتى. اللي جه في بالي وانا قاعد بتفرج كده يا معلم ماتش يا اهلي معلم وبيراميدز بتاع السنه بتاع 2019 ايام رينيه فايلر لما علي جبر جاب الجون من الركنيه في الدقيقه 72. بعد كده احنا في الدقيقه 80 ديانج جاب جون وفي الدقيقه حاجه و90 ديانج شوط الكوره جت في اليو بادجي دخل الجون صحيح بس ساعتها كان في فرقه بقى في روح فاهم. ديانج كان بيلعب كوره ساعتها. ديانج كنت بتقول عليه ده الدبابه بتاعتنا. اجاييه بقى المعلم بتاع الكوره زمان. وليد سليمان السوليه يا اخي مروان محسن يا اخي كان راجل في الملعب يا اخي ساعتها. مروان محسن ولا محمود متولي كانش بيجلي النهارده زي ياسين مرعي وكان بيلعب معاه تقريبا ياسر ابراهيم كان عامل ماتش كان احسن ساعتها من النهارده عامه. وعلي معلول كان مش فاكر بقى محمد هاني ولا احمد فتحي اللي كان بيلعب. يا عامه يا اذا كان معلش النهارده في اخر شوطه او اخر محاوله لما عاشور الكوره ده بالجون عمل ايه؟ ضيعها فوق. لا بجد والله اقسم بالله بجد ضيعها فوق. ايه العبط ده بجد؟ اداء زي يس امام عاشور نزل اصلا بيتمشى في الملعب. يعني الكره اللي الاثنين داخلين عليه انت المفروض امام عاشور الحاجات دي بالنسبه له عاديه صح ولا لا؟ اللي هو بيوش رجله خارجي وبيودي مفيش ايه يا اسطى. يا عم انت هتمشي خلاص احنا عارفين انك هتمشي ورايح السعوديه. خلي اخر 3 4 ماتشات ليك مع الفرقه ذكرى حلوه ليك. ذكرى حلوه ايه؟ هتخش كاس العالم مش انت ما بتلاقيش ربنا في شغلك. هو اصلا على فكره اصلا نزل اصلا غصب عنه مشهور. سيبك غصب عنه ولا مش غصب عنه اسمه ايه ما بتلاقيش ربنا في شغلك. انت بتعمل عايزين بقى ايه تحافظوا على نفسكم عشان كاس العالم. هتتهزقوا في كاس العالم هتتهانوا في كاس العالم. هتبقى اوسخ منتخب في كاس العالم بسبب اللعيبه ما بتلاقيش ربنا في شغلها دي. او كلام على الاهلي هتبقى هي اوسخ لعيبه في المنتخب مش معناه المنتخب مش هيعمل حاجه. لا انت في لعيبه هتروح من الزمالك في لعيبه هتروح من بيراميدز في محترفين جايين في 2 3 لعيبه هيجوا من الفرقه الثانيه في الدوري. عملنا عن لعيبه الاهلي وعن الاداء انا مش عارف بس تعال نخش تقييم اللعيبه في ماتش النهارده. في حراسه المرمى مصطفى شوبير صراحه يعني مش عايز اقول هو يتحمل الجون الثاني ما يتحملهوش ولا الثالث بس الجون الاولاني كان يقدر الجون الاول يتحمله بس بعيدا عن الجون مفيش اخطاء. بقى انت متضايق بجد وتفكر في الماتش كده اخطاء منه هو؟ لا مفيش. لا ممكن 4/10 4/10 مصطفى شوبير النهارده. لعب قدامه ماشي محمد هاني من اولها. نخش من على اليمين. محمد هاني لعب عرضيتين استنى بس لعب عرضيتين. الجون الاولاني اتكلفت كلفته تمام. بعد كده بقى هاني استباح يلا ودي روح مفيش. انت فين ككابتن للفرقه بتكلم بقى مش دورك في الملعب كلاعب باك رايت. انت فين ككابتن فين شخصيه الكابتن؟ انت تالت كابتن في الفرقه يعني تريزيجيه لو كان طلع انت كنت هتاخد الشاره. انت فين؟ هاني صفر اكيد طبعا 0% صفر جدا. كوكا النهارده يعتبر عمل اللي عليه مسك زلاكا ما خلوش يعدي في ولا كوره. وكمان الشيبي ما بانتش منه خطوره غير في الاخر بعد ما الفرقه فكت والدنيا فتحت على البحري. فممكن النهارده كوكا ياخد 4/10 برضو زي مصطفى. بالنسبه لي كوكا النهارده 5/10 كان عايز النهارده في اداؤه. تخش لقلبين الدفاع ياسين مرعي من ازنى ماتشاته اللي لعبها النهارده باستثناء الشوط الثاني الكوره بتعدي منه بغرابه بيغلط غلطات غريبه. فانا لو هقسمها على شوطين ف2/10 شوطين 2/10. جنبه ياسر شال الكوره كانت هتخش جون بس بعدها دخل 3 اجوان فما اختلفناش. الكوره العاليه كان كويس فيها فممكن ياسر النهارده ياخد 3/10 نفس الكلام 3/10. مروان عطيه هو يعتبر الوحيد اللي كان عنده حميه في الملعب. هو الوحيد كان عنده روح. هو الوحيد اللي كان بيحاول يعمل حاجه بس برضه على الفاضي. بس كل ده على الفاضي بيحارب لوحده راح جاي والله. فممكن مروان النهارده ياخد 5/10. وانت بالنسبه لي النهارده من صعب الاداء اللي هو عمله النهارده ممكن مثلا 5/10 ده كويس.
لعب قدامه في او جنبه في الاول ديانج ما فيش خلاص بقى. انت خلاص يا جدعان ديانج ماشي، مع ان ديانج الصراحه عكس توقعاتي والله. انا قلت لا ديانج هيبقى ديانج خلص مع الاهلي من 23 ديانج خلص، كان اخره معانا. ديانج هينزل يعني، لا هيعمل اداء كويس ده يعني، او مثلا اداء لا هيبقى حلو سواء قدام او حتى ورا مثلا ايا كان. بص اي لعيب اجنبي يجي الاهلي يقعد اكتر من 5 سنين يعرف ان هو بعد السنه يعني السنه الخامسه دي بيبدا مستواه ينزل بعد كده ينتهي. باستثناء علي معلول كان حاله استثنائيه، ده الوحيد الاستثناء في اللعيبه الاجانب اللي جه في تاريخ الاهلي. تعالى كده ارجع لاي لعيب اجنبي جه في تاريخ الاهلي هم 3-4 سنين كويس بعد كده بيبدا ينزل. نفس الكلام ازارو بدا كويس قعد سيزونين 3 بعد كده بدا اداؤه يقل. اجاي نفس الكلام بعد كده قعد اداؤه يقل. بيرسي تاو لعب سيزون من الثلاثه اللي لعبهم وبعد كده ما كانش موجود. وسام ابو علي لعب سيزون ونص كسر الدنيا، انا تابعته لحقته فيها ساعتها. ده مش موضوعنا. لعب قدامهم زيزو ما بيلعبش في مكانه، غير كده قراراته هو لوحده غلط. لا دينج لا كام 10 0 ماشي. لعب قدامهم زيزو يعتبر برده ما جاش النهارده. فين دورك كلاعب رقم 8 بيطلع من رجليه زي الخرا. بص هو الباص يا اما وحش يا اما هو اصلا الباص اطول من اللازم. حتى المفروض انت ماشي مش موفق في الحته اللي في القلب دي يا عم اطلع مكانك يا عم، فكك من المدرب يا عم اطلع ما ينفعش. لا ينفع عادي، مش ينفع يجي مدرب غصب عنه. لا تاني انت طالع في هجمه مثلا، انت شفت هجمه منظمه للاهلي؟ مفيش هجمه منظمه. فانت الدنيا خبطت خلاص روح ناحيه اليمين كده تسترسل ناحيه اليمين، اعمل 1 2 مع هاني ولا 1 2 مع طاهر وعدي ناحيه اليمين وارفع كوره. صحيح مش هترفعها للا شيء بس اعملها. اقول على الاقل لما اشوفك في الملعب انت عملت الا عليك، لكن انت ما عملتش الا عليك فهتاخد 0 زيك زي اللي قبلك. 0 لعب ناحيه اليمين طاهر جاب اقصى مستواه، فانت مش هتاخد من طاهر اعلى من اللي هو عمله النهارده. فمش هقول لك طاهر حلو ولا وحش، هديله 5 عشان هو اصلا ده مستوى طاهر. بس استثناء طاهر ممكن في ماتشين طول تاريخه مع الاهلي من ساعه ما جه. انا 5 مش عشان هو كان حلو ولا ان هو النهارده وحش، ده مستواه هو كده، دي اسطمبه. انت خدته من مقاولين خدته كده فاهم. ناحيه الشمال طاهر ماشي. ناحيه الشمال تريزيجيه كل حاجه بقى انا عايز العب لوحدي يا معلم. اللي معاك دول لعيبه كوره، اللي معاك دول في الملعب انت لعيب كوره ومعاك. طب مش عايز تلعب ايوه حلو، مش عايز تلعب ايه اللي هو الجماعي. طب العب فردي والعب صح، العب عدل. بيعمل ترقيصه خلصت من سنه 2003 واحده كده هوبا كده قديمه ماريه يا جدعان، ماريه. انت قدام الجون على فكره تريزيجيه قدام الجون خلاص انت خطير. استغل انت بقى الحته دي، وزع للعيبه وخش لل 18 وقول لهم يلعبوا لي جوه، هتبقى حلو فشخه من تريزيجيه دي. تريزيجيه النهارده ممكن 1 من 10 ولا اقل. 1 من 10 1 من 10 تريزيجيه. اللاعب شريف ما جاتلوش ولا كوره، حتى لو جات له كوره كانش هيعمل معاه حاجه. ممكن 0. لا شريف 0 عشان انا برضه يعني ولا اداء ولا حتى اصلا يعني معلش زي ما انت بتقول الكوره مثلا جات له ولا الكوره جات له ولا حتى اداء. خلاص مش هقيمه. لا انا هديه 0 الصراحه. بس بقول لك هو ما 0 عشان خلاص. حتى المفروض يزعق مع زمايله يا جدعان وصلوا لي الكوره يغير مكانه في الملعب، انزل مثلا استلم اعمل اي منظر. بس مش شريف بس لا يا عم الشريف اللي كده. مش بقول له يعني ينزل يبقى هاري كين، انا مش عايزه يبقى هاري كين ولا يبقى ليفاندوسكي، انا عايزه ينزل مثلا. مش هيزعل اللعيبه مش هيبقى كده اهوت يا عم. ينزل يلمس الكوره مثلا كده انت لما تنزل اللعيب شايفك هيديك كوره بظيهه، اقول انت بظيهه الكوره في الماتش عملت حاجه بتنزل بتحاول على الاقل بتبين للعيبه اللي حواليك انك موجود. فحتى دي ما بيعملهاش. ما ده على فكره اصلا اداء شريف لما يكون مثلا ممتاز. ليه لما تلاقيه اداء معلش مثلا ماتش مثلا شريف جايب اداء ممتاز هتلاقيه عشان هو بينزل تحت شويه خط معلش هو بينزل اكنه مثلا ايه مركز 10 تحت شويه. لكن النهارده لا ده هو النهارده بايت جوه عند الشناوي بايت جوه. بس 0 شريف النهارده. وبعد كده انت قلت كام؟ بالنسبه لي شريف 0 مفيش تقييم. نزل بعد كده بن رمضان وبن شرقي كان شريف وديانج. بن رمضان هو اللي لبسني الجون الثاني، هو اللي وقع الفرقه. بالنسبه لي انت خلاص انت لبستني الجون الثاني. الكوره بتاع ايه يابا؟ انت مش انيستا مش مودريتش. ايه وش رجلك خارجي في نص الملعب وانت مدي ظهرك الاثنين جايين من وراك، مدي ظهره للعوده فخوري وفي الصمايلي ضاغطين عليه، لعب وش رجله الكره اتقطعت دخل في الكره بقى راحت مرتده وايه جون. جون. لا انا صفر حتى يعني مش
لو هتتكلم مثلا هتشوفه في الملعب ككوره، خدت منه كوره يعني نوعا ما هو ولا ديانج؟ لا هو كان احسن من ديانج ككوره، بس انت لبستني يا معلم. فانت صفر النهارده، نزل 0 صح؟ على رمضان 0. نزل بن شرقي النهارده يعتبر ماتش كويس نوعا ما لبن شرقي، بس شفت لما بن شرقي وديته ناحيه الشمال في كوره واحده. كمل بقى أيوة كمل بقى ناحيه الشمال، كمل بتريزيجيه ناحيه بن شرقي ناحيه الشمال، يا عم دخله تريزيجيه القلب. مش خليل لا قدام، لا هو قدام وبس خلاص، والباقي كله ايه لا على الجناحات. طب انا مالي؟ لا ومشكله اكبر بقى لو كان مثلا طلع طاهر وكان ساب شريف، كان هتلاقي بقى بن شرقي ناحيه اليمين، ان هو يا نهار اسود. هو في بن شرقي في المهاجم بيلعب احسن من ناحيه اليمين، فبن شرقي النهارده ممكن ياخد 3 من 10 على المجهود اللي عمله نوعا ما. وانت النهارده بن شرقي لا 14 بالنسبه لي مش كويس، ما اختلفناش. نزل امام عاشور مكان طاهر، نزل يتمشى لي في الملعب. ايه يا معلم انت ماشي انا بعيد الكلام تقريبا صح. ايوه صح والله. انت ماشي يا عم سيب ذكرى حلوه. يعني اسامه ابو علي سايب ذكرى حلوه على الاقل، فاهم؟ انا قبل اخر ماتش اسامه ابو علي ده كان لعبه، كان ماتش مين؟ كان ماتش بورتو، حاطط هاتريك ولعب احسن ماتش مع الاهلي تقريبا، وقبلها في الدوري، وقبل باستثناء ماتش بالميراس يعني. يا معلم ده يعني ده هو اللي جاب لك الدوري اللي فاتت اسامه ابو علي في مثلا. بس ماشي امام النهارده لو في بالماينس ايه، لو ينفع نقيم بالماينس هقيمه بالماينس، فصفر امام ما جاش. هو بالنسبه لي شابوه الاسلام مهدي ان هو يبقى عمال يقول اللعيب رقم 22 ما بيقولش اسمه، دي شابوه الاسلام مهدي كبيره قوي. 0 صح؟ مش قايم الصراحه عشان يعني والله يعني خساره حتى والله زي والله بجد الصفر كبير عليك بجد والله بجد والله خساره والله اقسم بالله انا اصلا اقيمه. ده احنا مثلا قلنا على ديانج 0 على الاقل. ديانج حاول في الكوره، حاول في كوره اتقطعت منه كان شكله عبيط فيها، بس على الاقل عمل حاجه فاهم. وبرمضان نفس الكلام، بس بقيمه 0 عشان حاجه تانية. نزل مروان عثمان مكان ياسر في الاخر وخلاص بقى فاهم. انت انزل يا عم، انت مش في مهاجم على الدكه، انزل انت مهاجم انزل يلا. مصاب مني مدافع وانا خسران 0 والدقيقه 80 اعمل ايه؟ هاكل بليله؟ لا يلا انزل يا مروان سخن انزل فكك بقى فاهم. مروان عثمان بصراحه مش عايز اقيمه عشان بس جت له كوره كان ممكن يجيب منها جون في الدقيقه 90. اتعامل معاه وحش قوي، 0 معشوق ضيع الكوره اللي كانت في الدقيقه ما اعرفش كام حاجه 90 ضعفه يا عم. 0 برضو مروان تمساح مروان بس عامه كده بقى معلش حته بقى ايه لو نيجي بقى حته بقى يعني على المدرب زي خلاص يمشي خلاص بقى. ماشي في شرط جزائي عامه بعد انتهاء الدوري ياخد بعد اتكال الله. خلاص انت كده خسرت الدوري وبنسبه كبيره انت هتخسر المركز الثاني كمان. يعني تخش كونفدراليه السنه الجايه. شوف بقى انت هتجيب لعيبه ازاي، شوف بقى كاس العالم هتخشوا ازاي. ما اعرفش حوار بقى هيبقوا 6 انديه من افريقيا ولا لا. لو بقى 6 انت كده خلاص دخلت. لو زي ما هم 4 كده انت لازم السنه اللي بعد الجايه الله المستعان. لا انت لازم السنه الجايه تكسب الدوري وتكسب كونفدراليه بقى وتخش بقى دوري الابطال وتكسبه عشان تخش كاس العالم. لو هم فضلوا 4 لو بقوا 6 خلاص انت كده ضامن عشان الترتيب. انت الثاني صن داونز بقى الاول في الترتيب الانديه تصنيف افريقيا. احنا كنا صن داونز حقيقي خد صن داونز وبيراميدز ولا الزمالك في المركز الرابع، بس هم بعيد كنقط يعني حسبة نقط هم بعيد. بيراميدز اسمه ده صن داونز فرق نقطه ونص. كام يا احمد كام الثاني 65 نقطه وصن داونز 68 حاجه زي كده يعني مش فاكر الرقم بالظبط. بس مش حوارنا ده. انت السيزون ده خسران كاس، خسران دوري، خسران سوبر، خسران رابطه، خسران افريقيا كله وفي كاس العالم ما عملتليش حاجه. كاس العالم المفروض اللي انا بستناه من السنه للسنه وكنت هموت عليه في ماتش فاكر ماتش الوداد اللي خسرناه. انا كنت زعلان فشخ عشان مش هلعب كاس العالم، ولولا حسن الصدف اتعمل في المغرب فانت دخلت كوصيف افريقيا. ده كان حظك عشان تلعب ريال مدريد. بالنسبه لي اما سمعت الخبر ده بالنسبه لي كني كنت كسبان افريقيا عادي. عشان بالنسبه لي كاس العالم يعني افريقيا الاثنين دول حاجه واحده. يعني لما العب كاس العالم كني كسبت افريقيا عشان دي اللي بتودي على دي على طول. يعني بس صحيح بعد كده لو كاس العالم بقى 8 فرق ولا 10 فرق من افريقيا الموضوع يبقى تافه بالنسبه لنا. انت كده اول تصنيف على طول خلاص. بس عامه معلش برضه عامه انا اتمنى نشوف مدرب يصلح للفرقه دي. واتمنى برضو يعني اتمنى يكون في شويه يعني ايه جزاءات او اما عقوبات على اللعيبه دي بعد ماتش النهارده. هم كانوا هيشيلوا العقوبه بتاعت افريقيا لو كانوا كسبوا الدوري. طب ازاي يا معلم؟
ازاي انت ازاي تشيل عقوبه افريقيا وانت كسبان الدوري؟ تعقرن ده بده. ما عملوا كده السنه اللي فاتت، كان في عقوبه بتاعت افريقيا، اللعيبه كسبت الدوري، خلاص ايه يا عم شيل العقوبه. طب ممكن بتاعت السنه اللي فاتت تعديها تصفيق فاينل يا عم، وجون انت جبته كده دخل فيك كده اللي هو الكره خبطت ودخلت، فهعديها لك هبلعها. لكن انت السنه دي انت من اول ما البطوله بدات افريقيا من ماتش الاثنين دور 32 انت زي خرا. مش فاكر كنا بنلعب فريق مين، ايجل نوار. انت كنت زي خرا من يوم من اول الماتش ده، انت وحش قوي. انت كسبان الفريق فريق لو كهربت الاسماعيليه لعبه يكسبوا 5 كسبوا 1-0 بالعافيه. كان ممكن يجيب الجون في اي وقت، كنت تطلع البطوله دي من بدري. بعد كده في المجموعات ما كسبتش غير ماتشين، وتلعب الترجي تخسر رايح جاي، وفي المجموعات قدام الجيش الملكي مش عارف تكسبه على ملعبك، وشباب القبائل بتعمل ازمه ماتش شفته في حياه الاهلي بره ملعبه. والله بص استثناء صن داونز يعني. والله بص لو راجل كان مثلا بالحقيقه مثلا بص الاهلي عنده سكواد كويس كاسم، عنده سكواد كويس، بس عايز اللي يجي فين بقى ويديره صح. في كام مركز؟ اسامي السكواد اللي انت بتقول عليها في كام مركز؟ يعني مثلا تعالى نفكر فيها. حراس المرمى تمام، الدنيا تمام. انت لغايه الحارس بتاع الناشئين انت تمام فيه قوي. باك يمين لا، باك يمين انت ما عندكش. مفيش. باك شمال يعني بدا يقول يوسف بالعمري بيقول نوعا ما. قلبين الدفاع مفيش. ممكن يعني يتسند عليهم، بس مش اللي هو دول اللي هم دول اللي انا اخش بيهم كل سنه. انا خلاص انا لا ايطاليا 2006. انت عارف انا اصلا بقول لك ليه اصلا عندي اسود ليه؟ يعني مثلا يعني انا قصدي على ايه؟ على مثلا معطيه، امام عاشور، زيزو، بن شرقي، تريزيجيه. عندي يعني ايه ماشي معلش حط معاهم تريزيجيه بس معلش تمام. عامه انت عندك لعيبه يعني مش وحشه كويسه، بس انت عايز المدرب اللي يجي يعرف اللي ممكن ماشي. انت يعرف يمشي الدنيا. انت بتقول بن شرقي صح؟ بن شرقي من ساعه ما جه الاهلي سنه ونص كده ولا سنه ونص ما لعبش غير 3-4 ماتشات بس. سنه ونص فيها 60 ماتش تقريبا لعب 3-4 ماتشات. تريزيجيه من ساعه ما جه يعتبر هو هداف الفرقه بتاع، ما بيلعبش برده ماتشات كتيره شكلها حلو، بس هو كان بيعرف يخطف الجوان. زيزو من ساعه ما جه يعتبر تاني اللاعيبه مساهمه في الاهداف، بس اغلبها من كور ثابته ركنيات بيرفعها بتيجي جوان وخلاص. مش شفتش لعب مفتوح زيزو هو تمام فيه. امام عاشور لعب السيزون اللي فات ونص السيزون اللي قبله. السيزون ده امام زيه زي هشام محمد. ايه يا عم ده هشام محمد في الموسم ده شربه بامام عاشور كله. رمضان مستغربه ايه ده؟ فين برمضان اللي لعب 3 ماتشات كاس العالم للانديه؟ ايوه فين يا معلم؟ انت مش موجود. المهاجمين انا ما عنديش مهاجم، يعني مشيت وسام ما جبتش بديل ليه؟ جراديشار ده الوحيد اللي كان بيقول، فلا مش عاجبني يعني. ماشي جراديشار اللي ممكن يجيب لي 15 20 جون في السيزون ويصنعني 6 7. لا هات كاموتش اللي ما بيعرفش يستلم الكوره اصلا. وانا مش هلوم على كاموتش اصلا، هو ملوش دعوه. انت تروح تجيب واحد بقاله 3 شهور ما لعبش كوره، قال لك يلا هاتوا زي مودست كده كان بقاله 9 شهور ما لعبش كوره، فانت مستني منهم يعملوا حاجه؟ استحاله. اجنحتك بقى ناحيه الشمال بن شرقي وتريزيجيه. انت المفروض يبقى عندك واحد اسم واحد بديل. يعني مثلا عندي تريزيجيه خلاص بديله حسين الشحات، فكده هتبقى الدنيا موزونه. لكن ده عايز يلعب اساسي وده عايز يلعب اساسي، وحتى حسين انت ظلمته بعد الموسم كان عامله حلو. ناحيه اليمين انت عندك زيزو بس، طاهر خلاص انتهى معاك. اللعيبه الصغيره زي محمد عبد الله ولا عمر سيد معوض ما بتديلهمش وقت، هم احسن. مثلا لا هو عامه احنا في كده حالات عايزين مدرب يصلح للفرقه دي. انت لو هتجيب مدرب اجنبي مدرسه برتغاليه بقى، نرجع بقى على قديمه، شوف لك اي حد. كلام اللي بيتقال على جو جوميز ده لا فكك منه. لو تعرف تجيب كيروش هات كيروش، ده هيظبط الفرقه ظابطه. وحتى لو هيتمشي اللعيبه دي كلها هاته، هو هيطلع لك لعيبه صغيره والدنيا هتبقى ظابطه مع الفرقه اكتر. هتبقى الفرقه شكلها احلى، فرقه شكلها انضف في الملعب. حتى الروح هتبقى ترجع تاني للفرقه زي ما منتخب مصر كده. اتفرج على منتخب مصر 2019 لغايه 2020 ما كيروش، ومن 2020 لغايه 22 لغايه ما مشي. لا في فرق كبير السنتين اللي مع كيروش دول، فرق كبير. حتى مع حسام حسن لو تعرف بقى تجيب مدرب لو هتوصل بقى لمدرب محلي، انا مش شايف غير حسام حسن. فكك بقى من حسام البدري. علي ماهر ممكن تجربه، مجرب علي ماهر. لا ولا حتى يا عم علي ماهر انت عايز فعلا. لا فعلا يا اما مدرب يعني مثلا ده صح اللي هو يعني زي حاجه مثلا زي مثلا البرتغال الكلام ده، حاجه اجنبيه البرتغال، يا اما فعلا حسام حسن حاجه زي كده حاجه محليه. وعندك هو برضه انت عايز مدرب شخصيه ومحتاج لعيبه. انت نص ملعبك بقى فاضي خلاص، امام هيمشي، ديانج ماشي،
كوكا انت ما اعرفش هتجدد له ولا لا. فانت دلوقتي هيرجع لك من الاعاره قفشه واحمد رضا ومعاك مروان عطيه وبن رمضان، وممكن نقول لابراهيم عادل من اللعيبه، مش هنحسب يعني اللعيبه مثلا بنتكلم مثلا على هترجع احمد كباكا. بنتكلم مثلا ليه على ليه حسام حسن ليه مثلا يجي مثلا الدوري الاهلي ليه؟ عشان هو عنده شخصيه اللعيبه دي لوحدها تفرق. لكن معلش واحد زي دوت معلش يعني ايه ده؟ ده راجل النهارده اول ماستر والله العظيم صح. النهارده اول ماستر اشوف النهارده بيزعل في الماتش، بيزعل في الماتش بيزعل النهارده الماتش. عارف اللي بيغيظك ايه في ماتش يعني يوريشيتش اللي هو مدرب بيراميدز هيقولوا ايه؟ هيقولوا لو خسر من الاهلي اهو جدد على قفاك، ولا هيقعد نص السيزون مثلا على قفاك. انت متخيل ممكن يوصل دوري ابطال افريقيا السنه الجايه؟ قال لك خلاص نكمل، بص على قفاك انت قعدت مدرب اصلا. ممكن بقى السنه الجايه يخش بشخصيه ثانيه بيراميدز بقى فاهم ايوه فاهم. طب انت بتلعب كونفدراليه وهم الاثنين في دوري الابطال الاثنين التانيين اسمهم ايه دول؟ بيراميدز والزمالك. وانت بره هتقعد تتفرج عليهم كده؟ صح مش هيكسبوها بس هتقعد تتفرج عليهم كده. طب انا كنت العب احسن منهم، انا كنت ممكن اخش بطوله واكسبها اي حاجه. يستاهلوا 100% يستاهلوا. انا اهم حاجه بالنسبه لي لعيبه الاهلي تتذل، اخصم بقى لازم يلعبوا مع الناشئين. اسمه ده العب ماتش الجاي الزمالك وماتشين الفاضلين يلعبهم بالناشئين، ما تلعبش باللعبه دي، فكك منهم بقى. اخصم العقود الكبيره دي بتخلي اللعيب شبعان خلاص. هو هينزل يعمل ايه؟ ما هو خد الفلوس خلاص. ايوه معلش محدش يجي يقول لي في لعيب الكوره عنده دم وفعلا دمه بيتحرق على الماتشات. والله ممكن اقول لك النهارده مثلا ماتش اهلي 2-3 بالكتير قوي اللي هم بديان عن ان هم يعني عندهم دم شويه بديان عن خساره. لكن غير كده ماشي. انا عندي فلوسي بتجيلي زي ما انا زي الفل. خلاص خلصت. تجيلي عقوبات يا عم تجيلي عقوبات بس عادي انا زفنا بس. هنيجي بقى ايه الماتش الجاي مع الزمالك. انا يعني اللي شفته الزمالك النهارده، حتى الزمالك النهارده هو بيتعادل مع انبي، لا في على الاقل اللعيبه حاسس ان هي بتعمل حاجه. اللعيبه بتضيع فرصه بتتخانق مع بعض، في قصدي مش بتخانق، بيزعلين على الفرص اللي بتضيع. في حاله كده، في حاله تحس ان الفرقه دي عايز تعمل حاجه. في نفس الوقت هي مش فنيا احسن، مش اقوى فريق فنيا تخاف منه، بس انت معدوم، انت مش موجود، انت فاضي من جوه. بس انت لا انت النهارده خلاص ماشي خسرت ميمز يا عم، مش عايز الدوري يغور الدوري، بس الماتش الجاي قدام الزمالك ما ينفعش الاهلي، انا اسف ما ينفعش الاهلي يخسر قدام الزمالك ايا كان ايه بقى، دوري مش دوري، ما ينفعش الاهلي يخسر قدام الزمالك. اتعادل يا سيدي، اتعادل ما انت خلاص كده، انت كده مش كسبان الدوري. اصل انت لو كسبت الدوري في الاخر مش يا عم عادي مش عايز الدوري. انا معلش انا دلوقتي عامه عن المبدا ما ينفعش الاهلي يخسر قدام الزمالك، مش قصدي حاجه والله بس معلش ما ينفعش. تخيل خسران بيراميدز في الزمالك قد عارف. لا انت هتخسر من الزمالك، اقول لك ليه. السيزون اللي كان جه فيه سواريش انت خسرت من بيراميدز في الدوري، لعبت الزمالك في الفاينل خسرت صح. وساعتها الفرقه اتحسنت، اللي هو السيزون بتاع مصر كولر اول ما جم على طول خدنا بعدها على طول السوبر وافريقيا مرتين، والدوري بقى تكسبوا فرق 20 نقطه ومش عارف ايه الدنيا مع ان الصراحه انت هتبقى الله والله لو فعلا الماتش الجاي الزمالك كسب الاهلي فعلا والله لعيبه الاهلي بس تخش كونفدراليه بقى، مش تخش دوري الابطال، دي تكسر نفس اللعيبه بتلعب في البطوله دي، الانديه بتتفرج عليك وبتاع. لا عايش يستاهلوا، مش انت عملت كده. ايوه انا يستاهلوا ما يستاهلوا. تخيل تضيع عليك فرصه كاس العالم الجاي. يستاهلوا، دي اللي هتزعل بجد. كاس العالم الجاي هتلعب في مش فاكر ايه، في السعوديه في المغرب، يعني في مكان انت تقدر تلعب فيه كوره. ده عربيه انت معاك. لو يا ريت يبقى لو في السعوديه دي احلى حاجه. خلاص انا كاني بلعب في مصر، انت بتشوف في السوبر. بس في الاخر توقعتك الماتش الزمالك؟ مش عارف والله. لو وانا عن نفسي انا اصلا مش تابع الزمالك، بس ممكن مثلا هو سؤال لو الاهلي هيلعب الماتش دوت نفس اللي هو الماتش دوت الماتش الجاي. بص انت لو الزمالك هيلعب كده هيلعبك تحت الكوره وهيسيب لك انت الكوره، فانت لو طلعت بالفرقه كلها وضاغط وبتاع اي مرتده جول، بالذات ناحيه محمد هاني. بص هو انا بالنسبه لي الماتش دوت يعني هخلص تعادل. ده بالنسبه لي ده توقعي، ممكن الماتش دوت يخلص تعادل. ما فيش ممكن على فكره معلش بس لا معلش افتكرت تعادل بس بالسلبي، تعادل ايجابي يعني مثلا 1-1. انت كده هتخش في الجون. ده انت بتنزل اي ماتش بالابديت بتاع الجون كده. النهارده كان في تحديث دخلت 3 اجوان. بقول لك صايمه بقول لك بس انت كده الماتش الجاي لازم لو حتى تعادل هو كده تعادل ايجابي. 1-1 2-1 قصدي 2-2 ايا كان تعادل. ده يعني شوف انت رايك ايه. هو الزمالك لو ما استخباش النهارده هيكسب،
يعني مثلا انت النهارده بتتكلم الزمالك كان بادئ في الجون مهدي سليمان تمام، يمين عمر جابر مش هيلعب الماتش الجاي اصلا عشان اتصاب. قلبين الدفاع كان اسمه ده حسام عبد المجيد والونش. على الشمال كان بيلعب بنتايج، المفروض تلعب بفتوح تمام. بنتايج ما لعبش اصلا مع تشيكو بنزا كده في الجبهه دي. واللي حصل النهارده هيتعدل الماتش الجاي قدام الاهلي. يعني هو مثلا لو نزل بفتوح باك شمال هتشوف نص ملعبه نزل باحمد ربيع ومحمد شحاته، قدامهم عبد الله السعيد، على اليمين بتزيرع، على الشمال ادعى بقى، هي ممكن يرجع ادم كايت ساعتها. فوق يعني شيكو بنزا النهارده كان مضحك جدا تتفرج قدام. انا بقول لك لا، انا بقول لك بادئ بسيف الجزيره، هيبدا بناصر الماتش الجاي كده او ممكن يبدا بعديه دباخ وتلاقي زي الماتش اللي فات. اي تعديل اي تعديل للزمالك، انت شوف الماتش الجاي الزمالك النهارده تعادل مع وانا برضو اعدل تعادل مع انبي، بس هو بيحوش للماتش الجاي. انا هلعب ازاي اصلا الماتش الجاي؟ لا ده انت عايز تكسب الزمالك اعمل زي انبي النهارده، سيب له الكوره والعب انت على التحولات. انبي النهارده ضيع كميه اجوان كتير، ده بتاع 6 اجوان. المشكله ان هو نزل في الكهرباء في الاخر، الكهرباء مش عارف يستلم ولا يطلع يجري بس مش مهم اصلا كده يعني ايه عامة. انا قصدي عامة، لو عامة لا هو ممكن فعلا عادي جدا تعادل النهارده قدام انبي، هيبقى هو مؤثر بشكل ايجابي للزمالك قدام الاهلي. بس مجرد ده في الاخر يعني بالنسبه لي الاهلي ممكن، انا مش متفائل خالص. بالنسبه لنا تعادل زي ما قلت، تعادل ايجابي. انا قبل الماتش انا خلاص بفرج على ماتش الزمالك، قلت الاهلي هيكسب ماتش النهارده، هيكسب سكور، انا قايل لك هيكسب 3. احنا اللي شلنا بعد كده قلت لك هنخش بقى ندوس بقى على الزمالك، احنا كسبنا الدوري خلاص. انا كان نفسي بقى انزل فيديو انا كسبت الدوري، فاهم؟ الدوري اهلاوي رسمي والحاجات الحلوه اللي بحب اعملها دي. بس خلاص انا بالنسبه لي ممكن يعني لو لعبت كويس هنتعادل، لو كساكيز زي النهارده هتخسر 2-0 بالميت وممكن اكتر، فاهم؟ بس وفي الاخر ده مجرد راي شخصي. تنسوش تشتركوا في قناه صابر، بس ما تنسوش احط الرابط تحت، وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايكات بقى وتشيروا كده. وتنساش في الاخر تدعي اخواتك في السودان وفي فلسطين وفي لبنان وفي كل حته، يعني اخواتك المسلمين في كل حته يعني، حتى اليجور في الصين برضو. ان شاء الله استنونا ان شاء الله ان شاء الله هنرجع تاني بودكاست في كاس العالم ان شاء الله. ان شاء الله. هي الحلقه دي طولت، اتاخدت في مواعيد حلقات البودكاست اصلا، بس يلا السلام عليكم وصلي على النبي. صحيح.